بلد ممكن تلفها كلها بالتوك توك، فيزتها بتطلع في يومين وعملتها اقل بكتير من الجنيه المصري. ممكن تاكل وجبه كامله ب 200 جنيه، فيها سفاري، هايكس على جبال الشاي، وسيرفنج في شواطئ تحفه. البلد دي هي سريلانكا. في الفيديو ده هاخدكم في الجزء الثاني من رحلتي في سريلانكا. في اجرنا توك توك وبنلف بيه 3 مدن حوالين الجزيره، وفي الجزء ده هنتكلم عن إلا اللي فيها واحده من احلى مزارع الشاي في العالم، وجبل بيقولوا انه كان عايش فيه سيدنا ادم، وكمان هنروح سفاري وهوريكم ايه الحيوانات اللي ممكن تشوفوها هناك وكل التفاصيل والاسعار. فكملوا لحد اخر الفيديو عشان تتعرفوا على إلا. إلا بيسموها القرية اللي فوق السحاب، وده لأنه ارتفاعها حوالي 1000 متر فوق سطح البحر. زمان ما كانش بيزورها أي سياح خالص، كانت مجرد قرية هادية موجودة في وسط مزارع الشاي، بس دلوقتي بقت واحدة من أهم وأكتر الأماكن للسياحة في سريلانكا. فقررنا ناخد التوك توك بتاعنا ونروح نكتشفها ونسيب سيجيريا اللي كانت مليانة تاريخ ودي اللي حكيت لكم عنها في الفيديو اللي فات، ونروح في رحلة 5 ساعات للقرية اللي فوق السحاب. بجد الطريق من سيجيريا لإلا يا جماعة مش طبيعي. بصوا جماعة، احنا فجأة ماشيين بالتوك توك لقينا الدنيا غرقانة، فسألنا الناس وعرفنا طريق تاني، وبالمرة قلنا نعمل لكم تعالوا ناخدكم تور في التوك توك. تعالوا اوريكم من جوه ايه اللي موجود في التوك توك. اول حاجه ده الحاجه اللي بتنزل علشان لو في مطره او حاجه، وطبعا دي حاجه بتحصل كتير قوي في سريلانكا، فبتنزلوها وبتفردوها في الحته دي كلها، بتتغطوا تماما والمطره مش بتخش جوه خالص. المكان هنا ممكن ياخد حوالي 3 افراد او مثلا حد واطفال معاه لو انتوا عيله. وبالنسبه للشنط فاحنا معانا شنطتين حجمهم متوسط، ودي حاجه عامه كبيره، يوجولي الناس بتيجي بالباك باكس، بس احنا معانا شنطه حجمها متوسط وواحده تانية حطينا هنا، وكمان معانا شنطتين ظهر، فالمكان يقدر يساع كل الحاجات. ممكن كمان لو الجو حلو تفتحوا فتحه السقف، بس احنا للاسف ما لحقناش عشان الجو كان بيمطر على طول. تعالى اوريكم بقى الموتور فين في التوك توك والزيت والكلام ده. بصوا ده المفتاح بتاعنا بتاع التوك توك، بيفتح كل حاجه تقريبا. هنفتح من هنا كده، ده الموتور. في عندنا جوه الزيت بتاعنا، زيت محتاجين تتشيكوا عليه كل يوم. المفتاح ده يا جماعه بيعمل كل حاجه، موتور بيدور التوك توك، بيفتح كمان البنزين بتاعنا اهو. احنا بنحط هنا بنزين 95. هاي، في هنا كلبوبه صغيره. تعالوا بقى نخش اقول لكم ازاي اتعلمت اسوق التوك توك ده وازاي نشغله وازاي نتحرك بيه. طبعا التوك توك ده كله مانيوال، ماشي. المفتاح اهو، ده اللي هو المفتاح بتاع الكونتاكت. نعمل كده عادي، بنستنى شويه لحد ما ايه كل حاجه تتجمع زي العربيه العاديه، وبعد كده نبتدي ندور. موضوع بسيط. الفرامل عندنا هنا تحت، وعندنا ده بتاع المساحات اهو، وده بتاع النور شغال بالليل، ده الكلاكس، الاشاره بتاعتنا يمين وشمال. دي الشيفتنج جيرز بتاعتنا، بننقل بيها 1 2 و3 و4. البنزين بتاعنا هنا عندنا عداد. التوك توك يا جماعه لوكسجري جدا، في عداد هنا سرعه عادي اللي بتاع الكيلوهات بتاع البنزين، وده الراديو بتاعنا. تعالوا نكون نسمعه. ولو عايزين تحجزوا التوك توك ده هتلاقوا كل تفاصيل الحجز في صندوق الوصف. يلا بينا بقى. وانطلقنا على اول ديستنيشن لينا في إلا، وهي UVA Tea Plantation، ودي واحده من اهم واكبر مزارع الشاي في سريلانكا. هناك تقدروا تعملوا حاجتين، ممكن تعملوا جوله زراعه ودي اللي بتقطفوا منها الشاي في وسط مزارع الشاي نفسها، او جوله جوه مصنع الشاي، وهنا بتتعلموا الشاي بيتعمل ازاي من اول ما بيتقطف لحد ما بيتخزن وكمان الانواع بتاعته. واحنا قررنا ان احنا ندخل مصنع الشاي لان المكان ده من اهم مصدرين الشاي في سريلانكا كلها. بس لازم اقول لكم ان انتوا لو طالعين هناك بالتوك توك الموضوع مش سهل خالص، لان هو على جبل وعالي جدا، فالوصول ليه كان صعب شويه. والحمد لله وصلنا، واول ما توصلوا هتلاقوا نفسكم قدام المنظر الخطير ده. وشرحوا لنا في المصنع ان الشاي بياخد تقريبا 24 ساعه من اول ما يتقطف لحد ما يبقى جاهز يتباع.
بيدخل على 5 مراحل، اولهم مرحله التخفيف ودي اللي الورقه بتفقد فيها الرطوبه بتاعتها، بعد كده مرحله اللف وده اللي بيطلع النكهه، والمرحله الثالثه اسمها الاكسده ودي اللي بتدي الشاي لونه وطعمه، بس الشاي الاخضر مش بيخش على المرحله دي عشان كده هو صحي اكتر وكمان بيكون لونه اخضر مش اسود. بعدها الشاي بيتسخن عشان يثبتوا الطعم بتاعه وفي الاخر بيتفرز ويتباع. والحاجه اللي اتفاجئت بيها جدا ان في انواع من الشاي فيها كافيين اعلى بكتير من القهوه، وفي انواع تانية ممكن تشربها بالليل عادي جدا وتنام وما فيهاش كافيين خالص. واحلى حاجه بقى في التور دي ان احنا في الاخر جربنا حوالي 8 انواع من الشاي، وهتلاقوا كمان عندهم كافيه صغير بيبيعوا فيه كل انواع الشاي اللي هم بينتجوه ويصدروه. بصراحه جبت حاجات كتيره جدا من كتر حلاوه الشاي اللي جربته. وبعدها رجعنا على طول على الفندق بتاعنا عشان للاسف نسلم التوك توك ونودعه. باي باي فيراري. وكنا قاعدين في مكان اسمه آلا سليمان، الفيوز بتاعته كانت خطيره وصاحبه المكان كانت بجد لذيذه جدا. فطار سريلانكي اصيل على فيو خطير بجد. وقررنا نأجر سكوتر عشان نعرف نتحرك براحتنا، بس واحنا في الطريق بقى قررنا نأجر سكوتر في مكان الغلط خالص. الدنيا بتمطر ومش عارفين نروح في حته، وقعدنا نلف العالم عشان نلاقي البتوع دول. لقينا اخر 2 ويعني بصوا هيجيلنا برد حالا. بس قررنا في الاخر ما نستسلمش للجو وحطينا بنزين وتحركنا على طول على تاني اهم مكان لازم تزوروه وانتوا في آلا، وهو كوبري ذا 9 ار. بس طبعا السيول اللي احنا كنا فيها ما سهلتش علينا الطريق خالص، بالذات ان احنا كان معانا سكوتر. تمشي فوق النور. طيب ماشي. صراحة المشي على الطين كان مرعب وفي ناس كانت بتتزحلق قدامنا، بس في الاخر الفيو كان يستاهل. الكوبري ده اتبنى من اكتر من 100 سنة ومن غير اي حديد خالص، وفضل ثابت لحد النهاردة في وسط المنظر التحفة ده، وبيمر عليه قطر كذا مرة كل يوم. الكوبري ده ممنوع تطيروا فيه اي درون. ليه؟ علشان في تحتيه خليات نحل كتيرة قوي، ولو الدرون طار هتطلع على الناس. حرفيا بقالنا حوالي مثلا ساعة قاعدين مستنيين القطر اللي قالوا ان هو هيجي كمان 5 دقايق، فالصراحه زهقنا وعايزين نروح نكمل اليوم. السيتويشن زي ما انتم شايفين كده صعبه جدا. بصوا. وانطلقنا على المكان اللي بعده، بس للاسف حصلت لنا مشكله في الطريق. مهم قوي وانتوا هناك ان انتوا تتاكدوا من الريفيوز بتاعه المكان اللي هتاجروا منه السكوتر. احنا للاسف كنا مستعجلين، اجرنا السكوتر من مكان مش كويس، مديها لنا ما فيهاش بنزين، وللاسف كان فيها مشاكل كتير، فده ادى ان احنا عملنا حادثه في الطريق. وللاسف الموضوع ده ضيع علينا وقت كتير قوي من اليوم، وما كانش عندنا غير يوم واحد بس في آلا، فلحقنا نعمل اخر حاجه نفسنا نعملها جدا واحنا هناك. Sit on the anus. Sit here? Sit. Alright. Alright, go! ما تسألنيش كنت بصوت ليه، بس تمام. الزيب لاين ده حرفيا واحد من احلى الحاجات اللي عملتها في سريلانكا، لان انتوا حرفيا بتكونوا موجودين لمدة نص كيلو في وسط السحابة ومزارع الشاي. المنظر بجد كان مش طبيعي. والزيب لاين ده موجود في مكان اسمه فلاينج ريفانا ادفنتشر بارك، نفسنا نروحها بدري جدا لان هي مليانه مغامرات. هتلاقوا فيه سكاي ووك، وده جسر بتمشوا فيه فوق الارض في وسط الجبل، المريحه المشهوره جدا على انستجرام. في كمان الوال كلايمينج، وكمان هي موجوده في بدايه الهايك او التسلق بتاع ليتل ادمز بيك، وده من اشهر الحاجات اللي لازم تروحوها هناك. هو بيكون من سلالم وسهل جدا، بيحتاج 30 او 20 دقيقه عشان توصلوا لفوق، بس طبعا لو بتحبوا المغامرات الاصعب شويه يبقى لازم تطلعوا ادمز بيك.
وده جبل ارتفاعه 2243 متر، وموجود على الجبل ده بصمة غريبة بيقولوا ان هي كانت رجلين سيدنا آدم، علشان كده سموه آدمز بيك. بس الكلام ده مش موثق لا علميا ولا دينيا، فاحنا مش متأكدين من المعلومة دي. وبكده بقولت لكم معظم الحاجات المهمة جدا لازم تعملوها في قلعة، بس كمان في حاجة لازم تجربوها، وهي ان انتوا تروحوا الداون تاون اريا بتاعتهم. لو انتوا بتحبوا السهرات والحفلات فهناك بيكون في بارات وكافيهات كتيرة قوي بتعمل حفلات بالليل، ولازم لو انتوا هناك تجربوا مطعم اسمه ليتل ألا. اكلنا عندهم احلى كوتو روتي ممكن تاكلوها في سريلانكا كلها. بما ان المغامرات في سريلانكا حرفيا ما بتخلصش، فقررنا نروح يلا ناشونال بارك، ودي من اهم واشهر الاماكن للسفاري في سريلانكا. صحينا الساعه 3 الفجر علشان نلحق البارك اول ما تفتح، والصبح بدري عاده بيكون احسن وقت تشوفوا فيه الحيوانات هناك. دي بصراحه كانت اول سفاري ليا، فانا كنت منبهره من كل حاجه. الطبيعه ما كانتش طبيعيه، والهدوء وصوت العصافير والحيوانات كان تحفه. اول حاجه شفناها هناك هي مجموعه كبيره جدا من الغزلان، بعدها شفنا تماسيح طالعه من البحيرات، شفنا كميه طيور كتيره جدا. يلا ناشونال بارك معروفه قوي ان فيها اكتر من 200 نوع من الطيور. واكتر حاجه كانت مبهره بالنسبه لي هي البحيره اللي كانت مليانه خفافيش. الخفافيش هناك كان حجمها كبير جدا وبتعمل اصوات مرعبه. ومش بس الحيوانات اللي كانت مبهره هناك، كان في كمان بحيره غريبه جدا كان طالع منها اشجار كتير ما فيهمش ولا ورقه شجره واحده. بس بصراحه اكتر حاجه كنا متحمسين عليها هي ان احنا نشوف ليبرد او فهد، لان البارك دي معروفه ان فيها اكبر نسبه في سريلانكا للفهود. قعدنا ندور عليهم كتير جدا وللاسف ما لقيناهمش، بس بعد ما خلصنا الطور الخطيره دي اللي اخدت حوالي 3 أو 4 ساعات. ومع بصوا احنا في وسط الطريق لقينا ايه؟ لقينا افيال ماشيه على الطريق بره، بجد كانوا لذاذ جدا. واحنا حجزنا التجربه دي عن طريق جيت يور جايد. اخدنا من الفندق بتاعنا في قلعه، وبعدين ودينا يلا ناشونال بارك، وبعدين نزلنا في الكوستال سايد عند ويليجاما، ودي بصراحه مسافه كبيره جدا على السعر اللي احنا دفعناه. فانصحكم جدا بالتور دي بالذات لو انتوا جايين من قلعه، وهسيب لكم لينك الحجز في صندوق الوصف. واهم حاجه ما تنسوش تعملوا سبسكرايب، لان الفيديوهات اللي جايه هنشوف فيها احلى شواطئ موجوده في سريلانكا. اشوفكم في المغامره اللي جايه.